سنتكلم اليوم عن أحداث جرت في صعدة، عن أحداث موت شهيد حسين بدر الدين الحسين. نعم، هكذا كانت بداية هذه القصة. كان حسين بدر الدين الحوثي في محاصر في شنو؟ في جرف. جرف هذه الكلمة جاءت من اليمن. لماذا جرف؟ أتت من جرف يجرف اجترافا بالمورد المغلق غابا، واستبهج الصنفور في حتابا، وتحللت وتجرف المخلاب. أي كهف. فالجرف يجرف جرفا أي كهفا يكهف كهفا، جرفا يجرف جرفا، كهفا يكهف كهفا. هذه ستأتي في افتح يا سمسم أو افتح يا سيدي حسين إن شاء الله، البرنامج الذي سيأتينا في الحلقات التي ستأتي. على العموم، كان سيدي حسين محاصرا في الجرف في الكهف، فعندما كانت تحاصره، من الذي يحاصره؟ طبعا تعلمون أن في اليمن في صعدة حصل حرب لا يعلم به إلا الله، فكما قال الشاعر: لا حصل حرب في صعدة، حصل حرب طنان، والتقى المقدشي والندي وابن سنحان، والتقى المقدشي والندي وابن مران. هذه الحرب ما هي الصح؟ كلهن صح. فهذه الحرب عندما جاءت حوصر هذا إمام الزمان حسين بدر الدين في الجرف، فعندما حوصر كان يتمنى المداح. لا تضحك لا تضحك، فالمداعى منا وإلينا. نعم، فهي تعتبر المداعى منا كقرابة ماء إلى أي أن المداعى العدوان اليمن يقسعوا صهيوا أمريكي حاصروا على المداعى يا أوغاد، تحاصرون على المداعى. ويروى في الحديث أنه كان يوجد لديه في الجرف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. كان يوجد عنده الكهرباء والماء والإنترنت وما إلى ذلك من مقومات الحياة، ولكنه نسي المداعي. أستغفر الله العظيم، ما نسيهاش، ولكن كمل عليها الصوت والتطاول والمداعي افتطرت. فماذا حدث؟ فقال لأصحابه: مدعوني، لأن سيدي حسين لم يكن يمشي إلا والمداعى في زغنه. شنو زغنه؟ هذا زغن هذا يسمى الإبط بلغة أهل اليمن المتأمنين زغني. نعم. فهنا جاء له المقدام أبا شرحبة وأخذ بالمداعة والبوري وانطلق كالسهم الساقب، ولكن
العدوان اليمي صهيوني أمريكا سعودي. فحمل الراية المداعة شخص آخر ومسك المدعي وطرق رأس الجرف، وجاء العدوان الصهيوني يبعث طرق، فمسك المداعة شخص آخر يحبه الله ورسوله، فمسك المداعة وقد يوصل ما يا بالكافر، فطقعوا على العدوان الصهيوني يمني. فنظر إليه حسين بدر الدين ونبي يمسك المداعة، قال جيت جواس ادغاج صلوا على